انت دلوقتي بتشوف درس مجاني من Growth X Trading Accelerator، ولو حبيت تكمل البرنامج كامل هتلاقي تفاصيل ال90 يوم وال21 كورس على growthx.co. اهلا بيكم في اول كورس في جروس اكس بعد ما قلنا الانترودكشن والستوري بتاعتي انا ليه ابتديت في التريدينج وهكذا. قبل ما نبتدي نتكلم في اي حاجه في الاكسلريتور في ال 21 كورس اللي احنا هنكون بنبتدي فيهم، لازم نتكلم عن فكره الفلوس. لازم نبتدي من المكان الصح، نبتدي من فكره العقليه. لان انا مؤمنه بنسبه مليون في الميه ان احنا للاسف في المدارس وفي الجامعات محدش بيعلمنا الفلوس. 97% من الناس ما بتوصلش للاستقلال المالي أبدا، لأن النظام التعليمي معمول علشان يكون بيعلمنا نكون موظفين، مش نكون أغنياء. للأسف. يعني أنا طول حياتي كنت دحيحة، طول حياتي كنت الأولى على المدرسة، ما افتكرش إن أنا كنت بعرف أتعامل مع الفلوس. وعشان كده حتى أول ما بقيت رائدة أعمال وعملت الشركة الأولانية بتاعتي كاريرك وبفضل ربنا الحمد لله عملنا شغل كويس جدا. أعتقد أغلب الناس شافت اوريدي الحاجات القديمة بتاعتنا على السوشيال ميديا. طلعنا على التلفزيون، كنا بنشتغل مع الوزارات، خدنا مكتب في الجريك كامبس، كل الكلام ده. ولكن انا كرانيا انا ما كنتش بعرف اتعامل مع الفلوس. عشان كده اول بروجكت كبير خدناه ودخل لي منه رقم كبير، كانت اول مره في حياتي امسك الرقم ده ويبقى في حسابي، يعني صرفتهم كلهم والله العظيم. فجيت بعديها اصلا بكام شهر لقيت نفسي اتزنقت لدرجه ان انا ولا عارفه ادفع الايجار ولا عارفه ادفع المرتبات. فبالتالي للاسف انا بشوف ان هو ما حدش فينا بيتعلم ازاي يكون بيتعامل مع الفلوس. علشان كده انا شايفة ان البداية الصحيحة قبل ما نتكلم عن استثمار الفلوس لازم نكون بنتكلم عن ازاي نعمل فلوس اصلا، ازاي نكون بنتعامل مع الفلوس حتى اللي بنعملها. طبعا فيما بعد اوريدي هنكون بنتكلم كمان، لكن مش طبعا مش في جروس اكس اكسلريتور، ولكن باي ذا اند اوف ذيس يير او مع نهايه السنه يعني هيكون في اكسلريتور برضو، ولكن لرياده الاعمال وللباسف انكم والكلام ده كله. ولكن بما اننا بنتكلم دلوقتي عن التريدينج فهنتكلم عن ازاي نكون بنتعامل مع الفلوس من ناحيه التريدينج عشان نكون بنجهز نفسنا للمرحله اللي جايه، وهي فكره التداول نفسه. كتاب Secrets of Millionaire Mind، لان انا كانت اول حاجه عملتها لما ابتديت اكون بتعلم التريدينج ان انا سبت المكتب بتاع الجريك، سبته للتيم وقعدت انا فتره اكون بذاكر. فاول حاجه عملتها هي ان انا كنت بتعلم ازاي نكون بنعمل الفلوس. فابتديت اقرا كل الكتب تقريبا اللي ليها علاقه بالفلوس، واحد الكتب دي كان كتاب Secrets of Millionaire Mind، او اسرار عقليه المليونير يعني. فكان الكاتب بيقول اديني 5 دقائق and I can predict your financial future، ويقدر يكون بيتنبأ بالفاينانشال future أو بالمستقبل المالي بتاعك for the rest of your life. أوكي، لنهاية حياتك. إزاي؟ by identifying your money blueprint، بأن هو هيكون بيستكشف طريقة تفكيرك مع الفلوس عاملة إزاي. وده حقيقي، لأن الماني بلوبرنت هي المعتقدات والأفكار والعادات اللي هي اتبرمجت جواك عن الفلوس من وأنت طفل. هي دي اللي بتحدد سقفك المالي، ولا ذكائك ولا شهاداتك ولا أي حاجة. فخلينا نكون بنبتدي بالجزء الأول في الكورس الأول، عقلية الفلوس، وهو إزاي نكون بنتعامل مع الفلوس وإزاي نكون بنفكر بعقلية سليمة. أول مرحلة في جروس إكس أكسلريتور هي أساسيات العقلية المالية. أول كورس هو عقلية الفلوس. أنت محتاج تكون بتغير طريقة تفكيرك عن الفلوس، وبعد كده بالتدريج كل حاجة هتكون بتتغير. الخطوة الأولى للحرية المالية هي إصلاح طريقة تفكيرك أصلا عن الفلوس. فخلونا نبتدي بالنظام التعليمي. أنا بشوف إن النظام التعليمي فاشل. ليه؟ خلونا نكون بنبتدي بحقيقة مؤلمة. أنت قضيت كام سنة في التعليم؟ 12 سنة صح؟ و4 سنين أو أكتر في الكلية. لا طبعا أكتر، مش عشان بتعيد، لا أكتر. مثلا لو مثلا هندسة أو صيدلة أو طب أو كده. أوكي، بتتعلم رياضة فيزياء كيمياء تاريخ الكلام الجميل ده كله. ولكن عمرك ما اتعلمت إزاي تكون بتدير فلوسك، إزاي هتكون بتتعامل مع الفلوس دي. محدش علمك ازاي تكون بتتعامل مع الفلوس. الاحصائيات بتقول ان 5% بس من المناهج العربية بتدرس اي شكل من اشكال الثقافة المالية. يعني 33% بس من العرب هم اللي بيتعلموا ده.
يعني 5% بس من المناهج العربية بتدرس أي شكل من أشكال الثقافة المالية، و33% بس من العرب عندهم حساب بنكي نشط. يعني تلتين الناس في منطقتنا مش حتى يعني داخلين في النظام المالي أساسا. في كتاب ريتش داد بور داد، سواء كان هو كتاب كويس أو وحش، ولكن هو من الكتب اللي بتتكلم عن العقلية المالية حتى لو أختلف معاه في بعض الحاجات. ولكن هو كان بيتكلم عن فكرة إن معظم الناس بتعاني ماليا لسنين كتير جدا في المدرسة، لأن هم مش بيتعلموا إزاي يكونوا بيدرسوا ده. وده كان الفرق مثلا بين الاب الغني والاب الفقير اللي هو كان بيتكلم عنه في الكتاب، ان والده اللي هو كان شخص كويس جدا، ومش فاكره كان تقريبا بيشتغل اصلا بيدرس في الجامعه او حاجه كده، يعني حد او موظف يعني، ما علموش ازاي يكون بيتعامل مع الفلوس. لكن الاب التاني كان طريقه تفكيره ازاي يكون بيعمل فلوس وازاي يكون بيزودها. انا اتعلمت الفلوس من ارض الواقع، من الحياه العمليه، من سوق العمل. ما اتعلمتوش من المدرسه وما اتعلمتوش من الكليه، بالرغم ان انا طول حياتي كنت شخص دحيح جدا، جبت 96، دخلت كليه علوم القاهره، لكن في الاخر انا ما كنتش بعرف ازاي اتعامل مع الفلوس. فالنظام التعليمي مصمم عشان يكون بيطلع موظفين، ناس بتشتغل عند حد مقابل مرتب، مش مصمم عشان يكون بيطلع مستثمرين او رواد اعمال او متداولين. ودي مش صدفة. خلينا نكون نقول ان ده تصميم، لان ده الحاجة الاصلح لصالح الدولة، ان هم يكونوا بيعلموا الناس ازاي يكونوا موظفين بالنسبة للاقتصاد، لكن مش ازاي يكونوا رواد اعمال. يبقى السبب الأول ليه 97% من الناس مش بيكبروا ماليا هو نظام التعليم اللي فشل يعلمنا عن الفلوس. طيب السبب التاني البيئة المحيطة بيك. البيئة المحيطة بيك هي اللي بتحدد سقفك المالي. يعني في مقولة للفيلسوف الأمريكي جون رون بيقول You are the average of the five people you spend your time with. يعني أنت الخامس يعني للناس اللي أنت بتحوط نفسك بيهم. لو أنت حواليك مثلا 5 اشخاص، الناس دي او 4 اشخاص، بما ان احنا الخامس، يعني 4 اشخاص، الناس دي اوريدي هي ناس ناجحه ماليا، هتبقى ناجح زيهم. لو انت الاربعه اللي حواليك هي ناس محدش فيهم بيستثمر ولا بيفكر في الفلوس، او بيفكروا بعقليه الفقراء زي ما بقول. يعني الفقر مش بشوف ان هو حاجه بنتولد بيها. ممكن نكون الفقر هي عقليه، في ناس عقليتها فقيره ما بتشوفش ازاي ممكن تكون بتكبر على الحياه، يعني على مستوى الحياه نفسها. ناس كتير جدا بدات من الصفر، وناس كتير جدا بدات وهي ما عندهاش حاجه يعني ورثتها مثلا او كده، وانا من الناس دي. فبالتالي لو محدش بيتكلم كمان حواليك عن الحريه الماليه، فعقلك اصلا مش هيعرف ده. هيبقى صعب جدا ان انت تكون بتوصل للمرحله دي. البيئه اللي حواليك هي اللي بتحدد سقفك المالي بطريقتين. اول طريقه وهي التطبيع. لو كل الناس اللي حواليك بتعيش من مرتب لمرتب، عقلك هيعتبر ان ده الطبيعي. اي حاجه خارج الطبيعي ده بتحسسك بالخطر. تاني حاجة هي الضغط الاجتماعي. لما تبدأ تعمل حاجة مختلفة زي التداول أو الاستثمار أو الكلام ده كله، الناس اللي حواليك هتحاول ترجعك للطبيعي، مش لأنهم وحشين، ولكن يعني ممكن يكونوا خايفين إن أنت تنجح وهم لأ. ممكن يكونوا في وجهة نظرهم حتى خايفين عليك. فانا بشوف ان هو البيئه المحيطه بيك هي اللي هتحدد سقفك المالي. فحتى لو انت اتولدت في بيئه هي مختلفه عن الطموحات والحاجات اللي انت عايز توصل لها، حاول تكون بتحدد انت الناس اللي موجوده حواليك، الناس اللي انت بتقضي معظم وقتك معاهم وحواليهم. انا ما اتولدتش في مكان الناس بتعرف فيه تفكر بالعقليه دي، ولكن حاوطت نفسي بالناس اللي انا عايزه ابقى شبههم. مورجان في كتاب The Psychology of Money بالعربي يعني كان بيقول إن تجاربك الشخصية المحدودة اللي جاية من بيئتك بتشكل 80% من طريقة تفكيرك عن الفلوس. وده خطير، لأن بيئتك لو فقيرة فكريا، تفكيرك هو كمان هيبقى فقير. فعشان كده أنا بشوف إن البيئة اللي حواليك هي اللي بتأثر عليك بشكل كبير جدا. ولكن خلينا نكون برضو متفقين إن البيئة اللي حواليك هي ليست اختيارك وانت طفل، ولكن بمجرد ما انت كبرت فالبيئة اللي حواليك هي اختيارك بنسبة مليون في المية. ممكن انا بشوف ان الفقر، ان حد يتولد فقير ده مش اختيار، لكن ان حد يموت فقير ده اختيار. تالت حاجة ممكن تكون بتأثر على إن إحنا ليه مش بنكبر ماليا، هي فكرة المعتقدات السامة عن الفلوس اللي بنتوارثها. يعني كلنا كبرنا وسمعنا جمل معينة عن الفلوس، زي الفلوس مش كل حاجة، القناعة كنز لا يفنى، الأغنياء حرامية، ده حظ. الجمل دي كلها تبان بريئة، لكن هي في الحقيقة برمجة عقلية بتحدد سقف طموحك المالي. لأن الكلام ده كله مش حقيقي. مش كل الأغنياء حرامية، مش كل الأغنياء بقوا أغنياء بالحظ.
الفلوس مش كل حاجة، لكن الفقر كمان ما بيشتريش حاجة. تمام. القناعة كنز لا يفنى، ولكن مش معنى كده ان احنا نعيش ونموت فقراء، مش معنى كده ان احنا نعيش ونموت ونخرج من الدنيا بالسالب. اوكي. في كتاب ماني فايلز كان بيتكلم عن ملفات مالية مخزنة في عقلنا الباطن من واحنا صغيرين. فبيتكلم عن فكرة ان your financial blueprint consists primarily of the information or programming you received in the past. يعني المعتقدات بتيجي من ناس اصلا هي مش فاهمه في الفلوس، بتيجي من ناس بكل احترام مش ناجحه ماليا. اوكي. يعني انت بتاخد نصيحه ماليه هي اصلا من ناس هي مش عارفه اصلا تكون بتعمل فلوس. تخيل كده انت رايح مثلا بطنك وجعاك، هتروح تكشف عند دكتور ولا هتروح يعني لنجار مسلح مثلا؟ مفيش وجه تشابه. فما ينفعش تروح تاخد نصيحه ماليه من شخص هو اصلا ما عرفش يكون بيعمل فلوس، من شخص هو اصلا ما عرفش يكون بيتعامل مع الفلوس، من شخص عاش ومات طول حياته موظف. تمام. فما ينفعش تكون بتاخد نصيحة مالية من ناس ما عملتش ده أصلا. لو أنت عايز تبقى بتوصل لحاجة معينة لازم تكون بتاخد النصيحة دي من الناس اللي عملت الحاجة دي بالفعل. رابع حاجة هي الخوف من المخاطرة. أنا بشوف إن الخوف من المخاطرة هو خوف من النمو. يعني فكرة إن أنت أوريدي بتبقى خايف من المخاطرة. أنت ساعات على فكرة الناس بتبقى خايفة من النمو، يعني خايفة أوريدي من فكرة إن هي تكبر وما تعرفش تكون بتتعامل مع الكبر ده. في ناس مثلا بتبقى خايفة إن هي تجرب وتفشل. في ناس مثلا بتبقى خايفة من المخاطرة عشان ممكن لو نجحت هي ما تكونش بتعرف تتعامل مع الكونسيكونسز أو العواقب يعني بتاعة النجاح، لان برضو النجاح بيبقى ليه جوانب تانية كتير. يعني لو حد معاه فلوس كتير مثلا او غني فبيبقى فيه صعوبات مختلفة. لو حد مثلا مشهور فبيبقى ليه صعوبات تانية مختلفة. فعشان كده في ناس مثلا بتبقى خايفة من النمو علشان بتبقى خايفة ان هي ممكن خايفة من المخاطرة عشان خايفة تكبر، خايفة تفشل، خايفة الناس تتريق عليها، خايفة من حاجات كتير. في واحد اسمه دانيال حصل على جائزة نوبل، كان أثبت في البحث بتاعه إن الخوف من الخسارة أقوى مرتين من الرغبة في الربح. يعني لو حد قال لك أنت ممكن تكسب $100 أو تخسر $100، عقلك هيركز أكتر على الخسارة أكتر بكتير. يعني عقلك هيركز على $100 اللي أنت ممكن تخسرها أكتر ما هيركز على $100 اللي أنت ممكن تكسبها. وده اسمه اللوس افيرجن او النفور من الخساره. وده مش ضعف، بس دي برمجه بيولوجيه. ممكن يعني عقلنا اصلا هو مصمم للبقاء. عقل الانسان هو مصمم للبقاء مش للاستثمار. عقل الانسان مصمم عشان يخليه جوه الكومفورت زون. عشان كده اصعب حاجه ممكن تكون بتعملها في حياتك هي ان انت تكون بتتشالنج البرين بتاعك او بتتشالنج مخك. سهل جدا ان انت مثلا تقعد تتفرج على التلفزيون وتجيب بيتزا مثلا وتجيب اصحابك وتقعدوا تلعبوا بلاي ستيشن او كده، لكن صعب جدا ان انت تكون على الصعيد التاني تكون بتقعد تذاكر او تقرا كتاب او تتمرن او تروح الجيم او الكلام ده كله. ليه؟ لان عقل الانسان ببساطه هو معمول علشان يكون بيخلينا جوه الكومفورت زون، مصمم عشان يخلينا يعني للبقاء، مش مصمم عشان نكون بنتشالنجه اوكي او بنتحداه. ولكن وانس ان انت عرفت تكون بتتحدى عقلك وعرفت يكون عندك جزء من الانضباط النفسي وان انت تختار النتيجه المستقبليه على راحتك الحاليه. اوكي. في الحاله دي انت ابتديت توصل لمرحله ان انت بقيت شخص الى حد ما عنده جزء من الانضباط النفسي اللي هيؤدي ان انت يبقى عندك جزء من الاستثماريه. الخوف من الخسارة ممكن يعني ممكن يكون بيحميك. اوكي. ولكن الخوف من الخسارة برضو بيمنعك من النمو. فأنا بشوف إن هو الخوف طبيعة بشرية، كلنا عندنا خوف، ولكن في ناس الخوف بيشلها، وفي ناس الخوف بيبقى سبب إن هم يتحركوا وينجحوا ويبقوا أحسن وأحسن. والناس اللي بتنجح كلهم خرجوا بره النطاق بتاع دايرة الخوف وبره دايرة الكومفورت زون أو الراحة بتاعتهم. برنامج Growth X Trading Accelerator مدته 90 يوم، لايفات مباشرة، تطبيق عملي، ومتابعة خطوة بخطوة. لو حابب تشوف المنهج كامل وكل التفاصيل، ادخل على growthx.co.